السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. لو عاوز تعرف كل أخبار الزمالك، كل أخبار الأهلي، حتى أخبار الدوري السعودي بما فيه بنجومه، خليك معايا هنا على القناة واتفرج على الفيديو للآخر، ومش هصدعك بلايك وشير ولا حاجة، وهبدأ في الموضوع على طول. الخبر أولا عندنا، طب احنا عندنا أخبار أهلي وأخبار زمالك. احنا متعودين دايما إن احنا بنبدأ بأخبار إيه؟ الأهلي. أخبار الأهلي كان في مشكلة قلناها في الفيديو اللي فات، تمام؟ هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الوصف. كنا مشكلة ان هي مواعيد معسكر الاهلي، مباريات الاهلي الودية متعارضة مع مواعيد المنتخب المصري واللاعبين المشاركة، اللاعبين الدوليين المشاركة من الاهلي مع المنتخب المصري، ومبارياته اللي هيقيمها برضو في مواعيد قريبة من مواعيد اقامة مباريات الاهلي، وخاصة مباراة اتحاد العاصمة اللي هو السوبر الافريقي، اتحاد العاصمة الجزائري. فكان في مشكلة، الاهلي اللعيبة مش هيقدر تريح، وكولر عاوز اللعيبة معاه، وفي المنتخب عاوزين اللعيبة. فالخبر الجديد، الحاجة كويسة للأهلاوية أو لجمهور الأهلي أو لإدارة الأهلي، إن الحمد لله استقر فيتوريا على إن هو ممكن يستثنى لعيبة الأهلي الدولية من المباراة التانية اللي هي يوم 12، اللي هي مباراة ودية مع تونس. يعني ممكن يلعبوا مباراة بتاعت يوم 8 وبعد كده يستثنيهم من المباراة التانية لأنها ودية مع تونس، ويبقى في وقت قدام الفريق الأهلي إن هو يسافر السعودية المقام فيها السوبر الافريقي، ويتدرب براحته ويقابل اتحاد العاصمة، لان برضو اتحاد العاصمة مش فريق هين. اما فريق يقابلك في السوبر الافريقي يبقى مش فريق سهل، والاهلي معودنا ان مفيش حاجة اسمها فريق سهل. انت بتلعب كل ماتش على ان الفريق ده صعب، فريق بطل، وهو فعلا بطل طالما لعب معاك في السوبر الافريقي. فبالتالي لازم تكون مستعد له، ودي حاجة كويسة لجمهور الاهلي والادارة نادي الاهلي. يبقى كده مشكلة تعارض المباريات واجهاد اللعيبه اتحلت، لان كان في كولر وفيتوريا على اتصال على طول واستقر فيتوريا على ان هو ممكن يستثني، يعني هو اللي بيدرس الموضوع، بس في الغالب 90% هيستثنى لعيبه الاهلي من المباراة التانية اللي هي بتاعة تونس اللي هي يوم 12، لأنها مباراة ودية، لكن هيلعبوا مباراة اثيوبيا يوم 8. هيلعبوا مباراة اثيوبيا عادي يوم 8 لأن مباراة رسمية. تمام، ده بالنسبه لاول خبر. وبنشكر طبعا تفاهم فيتوريا وتفاهم جهاز المنتخب للموضوع ده، لان لعيبه الاهلي حتى الدوليه اللي هي الاجنبيه مع منتخباتهم ممكن يوصلوا الاهلي متاخرين كمان قبل المباراه بالظبط. ده كان اول خبر عن الاهلي. تمام كده، خليك معايا وما تندمش، هتعرف اخبار تانية جديده. المهم الخبر التاني احنا طبعا زهقنا كلنا من كلمه مهاجم الاهلي الجديد، مهاجم الاهلي القادم، وكل شويه نتكلم عن مهاجم خلاص يكون فعلا قرب، وفجاه يرفض، فجاه لا ده مش جاي، زي سوزا كده لما قال ان هو فعلا اتعرض عليه وكان عاوز يجي بس الفريق اتمسك بيه، فهو لسه مش هيبقى فري دلوقتي زي ما قلنا. المهم كلنا زهقنا من قصه المهاجم او كلمه مهاجم الاهلي، حتى مش عاوزين نسمع لما يجي نبقى نعرفه، صح كده؟ وانا نفس الموضوع، تمام. بس ده راجع رأيي انا راجع انت يبقى كده يا عم امير توفيق، انت كده يا عم امير توفيق، شكرا. انت كده المفروض تبقى في الادارة، بس في حاجة تانية، مش في التعاقدات. عشان بقالنا سنة بندور على مهاجم، مش عارفين نجيب مهاجم او مش عارفين نخلص مهاجم، يبقى كده ده ما ينفعش. الله يرحم ايام عادل قيعي وهيثم عرابي، الناس اللي هي كانت بتخلص بالتليفون. كان ممكن يجيب لك المهاجم بعدها باسبوع، بعدها بيومين، وعينه كويسه بيجيب لك مهاجم صح. لكن امير توفيق انا في رايي ان هو مش جدير بالمكان ده. هو ممكن يبقى في الاداره او يدي تاني افضل في مكان تاني، يدي افضل في مكان تاني في الجهات في الاداره، لكن مش في التعاقدات. عشان كده زي ما عرفنا ان الكابتن محمود الخطيب كلف بقى ناس تانية غير امير توفيق، كابتن بقى عادل القيعي ونادر شوقي، طبعا كلنا عارفين نادر شوقي، ومعاهم امير توفيق. كل واحد هيشوف مهم. هم مرشحين حوالي 4 مهاجمين مثلا ممكن يخلصوا منهم، والخطيب اكد عليهم وبلغ كولر ان المهاجم هيبقى جاهز خلال 72 ساعه. ده المفروض 72 ساعه يكونوا خلصتوا موضوع المهاجم. طب رجعوا لمين لما ما لقوش بقى الباقي، او سوزا ما خلصش وموليكا والكلام اللي احنا والهري الكتير دوت اللي كان كل شويه ياكدوا علينا، وبعد كده تلاقي الصفقه فشلت. وده زي ما قلنا راجع ان اداره تعاقدات
مش قادره تخلص المهاجم، وده دليل على فشلها على التعاقد. يبقى لازم تغير اسم الشخص المسؤول عن التعاقدات. ونرجع تاني للناس الحلوه بتاعت زمان دي، اللي كان زي ما قلنا بيخلصوا في لحظه، كابتن عادل قيع وهيثم عراب. طب المهم هم استقروا على كام اسم هيختاروا بينهم او هيخلصوا واحد فيهم؟ حوالي 4. غيني، مهاجم غيني اللي هو زيهينيو، اللي كانوا فترة قالوا هنتفاوض معاه وما تفاوضوش، ده واحد. كابا، مهاجم ميتلاند الدنماركي، تمام كده، اللي كان بيلعب له امام عاشور. طب مين تاني بقى لو دول مش موجودين؟ عندنا مابالولو بتاع الاتحاد، واحنا كلنا عارفينه طبعا، هو كان هداف الدوري. وجون ايبوكا، وكلنا برضو عارفينه. دول بلان بي او الاختيار الثاني. لكن الاختيار الاول اما زينو الغيني او كابا، مهاجم ميتلاند الدنماركي. دول رقم 1 في الاختيارات او بلان ايه. بعدها بلان بي او في المرتبه الثانيه اللي هم مابولولو وجون ايبوكا. والخطيب المهم اداهم تعليمات ان لازم خلال 72 ساعه يكونوا مخلصين الموضوع ده. ماشي يا كابتن؟ ما تنزقش بقى وخليك معايا مش هتندم. هنشوف بقى اخبار عن الزمالك. اخبار عن الزمالك برضو اخبار مفرحه لنادي الزمالك، اللي هي ايه؟ اول خبر ان كابتن حازم امام الراجل خلاص فرح جماهير الزمالك وقال لهم ما تقلقوش، خلال اسبوع هيكون الفلوس بتاعه سبورتنج لشبونه واتشيمبونج الكلام ده كله هيكون مدفوع. يعني هما دلوقتي بيجمعوا الفلوس وهيكون مدفوع خلال اسبوع. يبقى كده خلصنا من مشكله القيد. يبقى خلصوا من مشكله القيد اللي هي اصلا واقفه حال الزمالك زي ما بنقوله، واللي سببها الاداره الماضيه والرئيس السابق اللي هو ما دفعش الفلوس بتاعه لشبونه، بالرغم ان هي كانت بتخصم من شيكابالا ما اتدفعتش. اتشيمبونج المفروض ان زي ما قلنا المفاجاه بالنسبه لنا ان اتشيمبونج كان عامل كاتب مخالصه ان هو اخد كل حاجه، بس امير مرتضى منصور اللي كان مسؤول عن مدير الكوره ما حضرش الجلسه على الزوم ميتنج مع الفيفا ومع اللاعب، عشان لو حضر واظهر المخالصه دي كانت خلص الموضوع، ما كانش في شكوى ولا في غرامه. بس طبعا ده خطا اداري من الاداره السابقه. فحازم امام وعدهم ان هم ان شاء الله هيحلوها خلال اسبوع. تمام كده، ده بالنسبه لحازم امام. وطبعا حازم امام قال انا ما بحبش الشو، تمام، ما بحبش يعني الشو نظر، لكن انا بساعد الزمالك برضو عشان الناس اللي بتنقضني. وقال رئاسه الزمالك ده مش حاجه سهله، يعني لو مش هو مش جاهز دلوقتي اللي هو يمسك رئاسه الزمالك، قال انها مش حاجه سهله، هي شغل مش مكان شرفي وخلاص. دي حاجه. ده اول خبر للزمالك. طب ايه تاني خبر عن الزمالك؟ تاني خبر عن الزمالك يا جماعه ان اوزاريو رفض اي تغيير في الجهاز الفني، وقال ان الجهاز الفني ده كويس وبيشتغل باحترافيه، وانا مرتاح معاهم من ساعه ما جم، وهم بيشتغلوا باحترافيه، مش محتاج اغير حاجه في الجهاز الفني. ده بالنسبه لاخبار الزمالك. تمام، نيجي بقى للاخبار التانية اللي هي زي ما قلت لكم. هقول لكم خبر كده عن الدوري السعودي اللي هو بدأ يستجلب او بيجلب اسامي قويه جدا، رونالدو ماني وغيرهم وتاليسكا وغيره، كل اللعيبه اللي احنا شفناها دي، وكانوا حتى عاوزين يفاوضوا محمد صلاح، بس المفاوضات طبعا لحد دلوقتي واقفه، مفيش مفاوضات، رافض ليفربول اللي هو يفرط محمد صلاح. عملوا بقى ايه تاني او ايه اللي حصل تاني بخصوص النصر السعودي خاصه؟ هنا بيقول لي الخبر بيقول كشفت تقارير صحفية سعودية عن تحرك نادي النصر السعودي للتعاقد مع بديل مميز للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هيغادر الفريق في الانتقالات، وعاوزين واحد بديل لأن المدرب بيقول إن أنا عاوز بديل ليفل أعلى شوية. جناح الفريق الأول، تاليسكا جناح الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية بلاعب من طراز عالمي رفقة الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني. يعني المدرب واضح ان هو مش مقتنع بتاليسكا وعاوز ليفل اعلى. طب المهم بقى بنقول الخبر ده ليه؟ طب مين بقى الاسامي يا ترى المرشحة؟ بص بقى الاسامي المرشحة للدوري السعودي، انا بس بوضح لك اللي احنا بقالنا سنة في الاهلي بندور على
مهاجم، وأمير توفيق بتاع التعاقدات مش قادر يخلص مهاجم. هم مرشحين مين في الدوري السعودي مع طبعا غير تاليسكا؟ أكدت صحيفة اليوم السعودية أن نادي النصر السعودي سيختار بين الثنائي أنطوان جريزمان نجم فرنسا وفريق أتلتيكو مدريد، ورافينا دياز نجم برشلونة ومنتخب البرازيل. يبقى كده بديل تاليسكا إما جريزمان أو رافينا دياز نجم برشلونة حالة رحيل تاليسكا. يعني تاليسكا يمشي هيتعاقدوا مع واحد من دول، وكلها أسماء تقيلة وفعلا تضيف للدوري السعودي اللي هو بدأ يقوي نفسه ويطور نفسه وغير في كل حاجة تقريبا في الدوري السعودي. وتشير التقارير أن تاليسكا قريب من الرحيل عن صفوف نادي النصر رغم تألقه في الفترة الأخيرة. وطبعا احنا عارفين النصر، نادي النصر السعودي فاز فريق النصر أمام نظيره فريق الفتح في إطار مواجهات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 5-0، وكريستيانو رونالدو سجل فيهم هاتريك. وده دليل على كريستيانو رونالدو مهما كبر هو كريستيانو رونالدو، طبعا مع احترامنا لفريق الفتح. ودي كانت اخبارنا كلها النهارده، اخبار سريعه لكنها مهمه وجديده. اذا بقى عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه، وهتلاقي ان العنوان زي المحتوى، ما تقلقش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.